السلام عليكم الاخوان. واش ممكن حرب كبيره بحال اللي دايره دابا بين امريكا وايران تسالي غير في اسابيع قليله، ولا هذا الشيء غير كلام كيتقال باش يهديو الناس؟ حيت اللي واقع في الحقيقه اخطر بزاف مما كيبان في العناوين. في هاد الايام العالم كامل مركز مع هاد التوتر الكبير، كلشي كيتسال شكون غادي يربح وشحال غادي تطول وشنو ممكن يوقع من بعد. كاين واحد الفكره منتشره بزاف ان امريكا قويه بزاف وعندها اقوى جيش في العالم وبالتالي تقدر تحسم الحرب بسرعه، وهذا الشيء ماشي غلط كامل، حيت فعلا امريكا عندها قدرات عسكريه ما عند حتى شي دوله اخرى، طائرات متطوره، صواريخ دقيقه، اقمار صناعيه كتراقب كل حركه، وزيد عليها قواعد عسكريه في العالم كامل. يعني من ناحيه القوه امريكا داخله الحرب وهي واثقه من راسها. ولكن المشكل ماشي هنا، حيت الحرب ماشي غير شكون اقوى، الحرب هي شكون اذكى وشكون يقدر يتحمل اكثر. وهنا كتدخل ايران ماشي دوله ضعيفه كما كيبان لبعض الناس، وعندها تجربه كبيره في هذا النوع ديال الصراعات، ما كتواجهكش مباشره ولكن كتضرب بطرق ذكيه وغير متوقعه، كتستعمل صواريخ بعيده المدى، كتعتمد على حلفاء المنطقه وكتعرف كيفاش تضغط على الخصم ديالها بلا ما تدخل في مواجهه مباشره. وزيد على هذا الشيء الموقع الجغرافي ديال ايران صعيب بزاف، جبال وتضاريس معقده ومناطق واسعه، يعني اي هجوم بري غادي يكون صعيب ومكلف. وهنا كنطرح واحد السؤال مهم، واش امريكا فعلا باغيه تدخل في حرب طويله ومعقده؟ حيت التاريخ ورانا ان الحروب اللي كتكون سهله في البدايه كتولي صعيبه مع الوقت، وايران كتعرف هذا الشيء مزيان. هي ما محتاجاش تربح الحرب بسرعه، غير خاصها تطولها، تخليها مكلفه، تخلي الضغط يزيد على امريكا وتخلي الراي العام يتبدل. ومن هنا كيبدا السيناريو اللي كيخوف بزاف، حيت هاد الحرب ماشي غير بين جوج دول، كاين بزاف ديال الدول كتشوف من بعيد وكل وحده عندها مصالحها. كاين اللي باغي الحرب تسالي دغيا، وكاين اللي ممكن يستافد الى طولت، واي تدخل جديد يقدر يقلب الموازين. غير تخيل معايا الى دخلت دوله اخرى بشكل مباشر ولا وقع شي هجوم كبير خارج التوقعات، راه في ديك اللحظه كل شيء يقدر يتبدل. والمشكل الكبير هو ان الامور دابا مشحونه بزاف، اي خطا صغير، اي قرار متسرع يقدر يشعل تصعيد ما يمكنش نوقفوه بسهوله. ولكن ماشي غير الجانب العسكري هو اللي مهم، كاين واحد الحرب اخرى اخطر في بعض الاحيان، وهي الحرب الاقتصاديه. النفط مثلا كيعتبر من اهم الحوايج اللي مرتبطه بهذا الصراع، اي اضطراب في الامدادات كيأثر مباشره على العالم كامل، الاسعار كترتفع والدول كتدخل في ازمات والناس العاديين كيبداو يحسوا بالضغط. يعني حتى الدول اللي بعيده على الحرب غادي تاثر، وهذا علاش كاين دول كتحاول تدخل باش توقف الوضع، وحيت عارفه ان استمرار الحرب ماشي في مصلحتها. ولكن في المقابل كاين حتى اللي ممكن يشوف الحرب فرصه. ودابا نرجعوا للسؤال الكبير، واش الحرب قربت تسالي؟ الحقيقه ما كاين حتى شي جواب واضح، كاين اشارات متناقضه. من جهه كاين كلام على ان الاهداف العسكريه قربت تحقق، ومن جهه اخرى كاين تصعيد مستمر، يعني ممكن تسالي بسرعه وممكن كذلك تطول اكثر مما متوقعين. كل شيء مرتبط بشي حاجه وحده، شنو غادي يوقع في الايام الجايه، حيت اي حدث صغير يقدر يكون نقطه تحول، اما نحو التهدئه او نحو تصعيد اكبر. وهذا هو اخطر في الامر، ان الوضع مازال ما استقرش، وفي اي لحظه نقدروا نشوفوا مفاجات. في الاخير خاصنا نفهموا واحد الحاجه، الحروب الحديثه ما بقاتش بسيطه، راه فيها السياسه، الاقتصاد، وحتى الاعلام، وحتى النفسيه ديال الشعوب. وهذا الصراع بين امريكا وايران كيجمع هذا الشيء كامل، يعني ماشي غير حرب عسكريه. والسؤال اللي كنخلي لكم هو، واش كتشوفوا هذه الحرب غادي تسالي قريب ولا غادي نشوفوا تصعيد اكبر؟ كتب لي في الكومونتير وخليك متابع، حيت الجاي يكون ممكن احسن وافضل. والسلام عليكم.